السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ والنهارده هنعمل الكنافه الجميله اللي هتشوفوها دلوقتي. الكنافه بالمانجا طبعا الكل بيحبها والكل بيعشقها. جميله جدا ولذيذه، وهتعمليها بمنتهى السهوله والبساطه، وجميله قوي 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 بجد. يعني هتعجبكم جدا جدا جدا. يلا بينا لايك وشير وسبسكرايب لاكلات في مطبخك، ويلا بينا نشوف الفيديو الجميل. بالنسبة للايك اللي بتحطيه ده مش هيخسرك حاجة. في ناس كتير بتتفرج على الفيديو وتطلع من غير ما تحط اللايك. يا ريت ما تنسيش اللايك جميل بتاعك، لانه بيرفع الفيديو لناس كتير ان هي تشوفه. يلا بينا. الكنافة دي انا مطلعاها من الفريزر زي ما انت شايفة كده. بتبتدي تمسكيها بايدك وتكسريها كده بايدك، مش ان انت تفرفتيها خالص، يا دوب تكسريها بس زي ما انت شايفة كده. اهم حاجة ان انت تكوني سايباها في الفريزر يوم اتنين تلاتة على حسب، عادي يعني ان هي تتجمد عشان تبقى سهلة ان انت تقطعيها كده بمنتهى السهولة معاكي اهو. بصي هتنيكي بقى تفركي فيها كده لغاية اما كلها تحسي ان هي بقت فكة بعيدة عن بعضها ومتقطعة زي ما انت شايفاها كده اهو. الموضوع سهل وبسيط جدا، ودي من اسهل الكنافات اللي بتتعمل، سهلة وبسيطة اوي، ما بتاخدش وقت معاكي، لان الموضوع بتاعها بيبقى سهل، ولا لف ولا اي حاجة. كله على النار، بتحمصيها كده على النار، والشربات بتاعك بتعمليه برضو، وتسقيها وتعبي بالكريمة وتعبي بكل حاجة. هخلصها بقى وهوريها لك دلوقتي هتبقى عاملة ازاي. خلصناها وركناها، وهنبتدي نعمل الشربات بتاعنا. كوبايتين اتنين من السكر اهم. هنعاير باي كوبايه عندك. انا عندي الكوبايه المعياريه دي فبعمل بيها، انتي اي كوبايه موجوده. لو ما عندكيش الاكواب المعياريه دي خلاص عادي بتعملي اي كوبايه. وادي كوبايتين اتنين من السكر اهو. هنحط عليهم كوبايه وربع من الميه. هنشوف دلوقتي مع بعض. ادي كوبايه، تحطيها واحده واحده كده، وتجيبي ربع كوبايه كمان من الميه وتحطيهم اهو. انا بس على ما بملاها واجي اهي. ادي كوباية وربع من المية على كوبايتين اتنين من السكر. وهنجيب عسل الجلوكوز. يا ريت شهر رمضان كله يبقى عندك موجود برطمان عسل الجلوكوز ده، تاخدي منه في الشربات، بيبقى حلو جدا جدا، وبيخليلك الشربات جميل وتقيل وحلو ومتماسك. هناخد معلقة كبيرة مليانة من عسل الجلوكوز اهو. وهتسيبي المعلقة زي ما هي كده بالعسل الجلوكوز اللي فيها في قلب الشربات. هتحركي بس السكر كده علشان ما يلزقش فيه الأرضية بتاعتك. هناخده وهنحطه على النار اهو. هنحركه كده بس عشان ما يلزقش في الأرضية بتاعتنا. وهناخده وهنحطه على نار هادية على البوتاجاز لغاية اما السكر يدوب معانا ويبقى ويضيع خالص من المية. هنشوف دلوقتي وهنشوف القوام اللي احنا عايزين نوصله قد ايه. هناخده بقى كده بعد ما حركناه ودوبناه شوية اهو. هناخده ونوديه على نار هادية وهنسيبه، وهنرجع للكنافة بتاعتنا دلوقتي. وادي الكنافة بتاعتنا اهي. خلاص فركناها كلها بالشكل ده. هنجيب بقى حلة وهنجيب السمنة بتاعتنا. مش هنستعمل الا سمنة، مش هينفع تستعملي زبدة ولا زيت. الموضوع كله والشغل كله بيبقى بالسمنة. وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه فيها اهو. هنجيب حلة كده وحطينا فيها سمنة اهو. يعني ان كانوا دول نص كيلو من الكنافة هتحطي ربع كيلو من السمنة. ان كانوا 300 جرام هتحطي 150 جرام. الكوباية الواحدة اللي هي المج الموجود في كل بيت ده بيبقى 200 جرام. عيار السمنة فيه بيبقى 200 جرام. فانتي هتنصصي على حسب قيمة او كمية الكنافة اللي عندك. هتبتدي ان انت تحطي نص المقدار اللي انت هتحطيه، وهتبتدي تسيحي السمنة بالشكل ده اهو. لما السمنة تسيح كلها كده، طبعا احنا حطيناها على نار عالية. لما السمنة تسيح بقى هتبتدي تنزلي بالكنافة اللي انتي فرقتيها كده دلوقتي، وهتشوفي دلوقتي هتبقى هي عاملة ازاي معاكي دلوقتي
اهو انا بسيحها وبنزل اللي في المعلقة علشان يبقى كلها دابت معانا، وتحمصلك الكنافة كويس او تحمرلك الكنافة كويس جدا جدا. اه الموضوع سهل وبسيط، كأنك بتحمري شوية رز على النار او شوية شعرية، دي بنفس الطريقة هتنيكي برضو تحمري الكنافة بنفس الطريقة اللي هتشوفيها دلوقتي. اه لازم بس السمنة تسخن كويس وتسيح معانا، وانا هو باخد من السمنة اللي سخنت عشان انزل السمنة اللي في المعلقة السيليكون كده اهي. طبعا الشربات على العين اللي هناك آه حاطينه على نار هادية. هنبتدي بقى نجيب الكنافة بتاعتنا اهي، وهننزل بيها بالطريقة دي، وهنبتدي ان احنا نحمصها كويس دلوقتي، وهنشوف هتبقى عاملة ازاي. اه اول ما هتحطي كده الكنافة وتيجي تقلبي هتحسي ان الكنافة بقت ملزقة ببعضها وتكتلك كده، هتفك طول ما انتي بتقلبي فيها وشغالة بتقلبي فيها وبتحمريها، هتلاقيها ايه هتفك معاكي اهي. انا بشربها السمنة كده كلها علشان كلها تتفرك معايا في السمنة وتبقى كويسة دلوقتي اهو. ايدك بقى ما تتشالش منها، تنيكي تقلبي لان طبعا دي كنافة رفيعة، فتخافي ان هي تتحرق منك او تتلسع منك اهو. بصوا التكتلات هتبتدي تفك دلوقتي، وهتبتدي ان انت تشتغلي عادي خالص وتنيكي تقلبي فيها. طبعا دي كوباية فيها مية علشان السكر ابتدى ان هو يغلي، الشربات ابتدى ان هو يغلي، فبقى الفرشة كده بالمية وامسح الجوانب علشان العسل او الشربات بتاعنا ما يسكرش معايا، يبقى مظبوط وحلو جدا جدا، وبخليه على نار هادية اهو. كده الشربات خلص معانا، هنحط له ذرة فانيليا وهنطفي عليه. هنحط الاول ملح ليمون، بصوا ذرة ملح ليمون، ما عندكيش ملح ليمون حطي اللي هو ايه عصرة نص ليمونة على الشربات، وياخد غلوتين اتنين وتطفي عليه. انا حطيت ذرة ملح ليمون اهي على طرف المعلقة كده، وابتديت ان انا ياخد غلوتين، هتلاقي لونه قلب هياخد غلوتين، وهبتدي ان انا اطفي عليه دلوقتي، وهحط له سنة الفانيليا اهو. كده خلص معايا، انا طفيت عليه كده. ما كانش عندي فانيليا باودر، بس من الاحسن للشربات حطي فانيليا باودر، فحطيت نقطتين من الفانيليا السايلة لاني ما لقيتش عندي فانيليا باودر خالص. فخلاص انا كده طفيت عليه وهسيبه يهدى بقى، وهمسح الجوانب تاني علشان لو في ذرات طرطشت من الشربات على الجوانب ما يسكرش معايا او ما يحصلوش اي حاجة اهو. زي ما انتوا شايفينها كده الكوباية فيها مية وبالفرشة، وبمسح الجوانب كلها بالشكل ده. ده الشربات المظبوط الناجح. خلاص كده هو برد، هنسيبه بقى على نار هادية. وادي الكنافة اتحمرت معايا، بصوا اللون الجميل، بصوا اللون الذهبي التحفة اهي. وهي سخنة كده كان الشربات هدي شوية بقى دافي، هبتدي اجيب الشربات وانزل على الكنافة دلوقتي، وابتدي ان انا اقلب اهو. بصوا بنزل، بصوا الشربات جميل وحلو ازاي، وهبتدي اقلب. ولو احتاجت شربات تاني بحط لها لغاية ما تشرب الشربات بتاعها اللي هي محتاجاه كله، وابتدي ان انا اقلبها بالشكل ده اهو. بصوا الموضوع سهل وبسيط جدا ازاي، وتبتدي تقلبيها كده، ولو احتاجت بتحط لها تاني. بصوا بقى هي عشان سخنة بتغلي ازاي لما الشربات اتحط عليها اهو. بصوا موضوع سهل وبسيط جدا جدا جدا. خلاص انا نقلتها في طبق اهو، سبتها تبرد شوية، وهبتدي اجيب الكبات اللي انا هعبي فيها. حابة تحطش في الكوباية دي، في العلبة، في المثلث، براحتك، عبي زي ما انت عايزة، او في بولات من عندك من اللي موجودة، في اي حاجة هتعمليها. وطبعا ده كريم شانتيه على كريم باستري، حاطة ربع كريم شانتيه على ربع كريم باستري، ونص كوباية من المية المتلجة، وثلاث معالق صغيرين من السكر، وابتديت ان انا اضربهم بالمضرب
لغاية ما تجانس معايا، والكريم شانتيه زي ما انتوا شايفينه كده تماسك وبقى حلو معايا. مية متلجة طبعا اللي بضرب بيها الكريم شانتيه. هبتدي احط كريمة من تحت، وبعدين هحط كنافة اهو. وطبعا المانجا انا كنت مخزناها في الفريزر معاكم من السنة اللي فاتت في اوان المانجا. فجي وقتها بقى طبعا احنا كنا عينينها عشان شهر رمضان نعمل بقى كنافة بالمانجا وحاجات جميلة كده. هنبتدي نطلعها دلوقتي اهي. المكعبات الصغيرة اللي انا كنت واخداها ببتدي اطلعها واحط منها كده، وارجع احط كنافة فوقها، يبقى طبقة كنافة فوقها كريمة وفوقها مانجا، وبعدين طبقة كنافة تاني، وهنحط فوقها كريمة وفوقها مانجا بنفس الطريقة دي لغاية اما الكب يخلص معانا ويتملي ويبقى شكله حلو جدا 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 اهو. هنحط قطع من المانجا. طبعا لما تيجي تاخدي بقى المعلقة كده، المانجا مع الكريمة مع الكنافة طعم وهم كده بيوديكي في حتة تانية خالص اهو. وهنحط كده بقى الكنافة اهو لغاية اما الكب يتملي كله، وهنبتدي نحط فوقه الكريمة زي ما انا قلتلك، وقطع المانجا في الاخر اهو. بصوا بتساوي كده الشكل وبتخليه جميل. بصوا بقى المنظر، وادي الكريمة اهي، وهنحط فوقها بقى قطع من المانجا هنشوفها دلوقتي. بصوا حاجة كده بجد والله جميلة جدا جدا جدا. اللي مخزن مانجا بقى من السنة اللي فاتت يبتدي يطلعها ويبتدي يعمل كنافة بالمانجا، حاجة كده هتوديكي في حتة تانية خالص، جميلة قوي 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 اهو. بصوا هنعمل بقى القباط والمثلث وكل حاجة، وادي الغطا بتاع الكوباية، وبتبقى شكلها جميل زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل بقى الباقي وهوريكي دلوقتي هنعمل ايه اهي. هنبتدي نعمل المثلث كمان. بحط كده كريمة في الأرضية، وببتدي احط برضو طبقة الكنافة اهو. بملى بقى المثلث كده بالكنافة، وبعدين هحط عليه الكريمة دلوقتي لما املى المثلث كله بالكنافة جنب بعضه كده. بصوا الموضوع سهل وبسيط، من اسهل الكنافات اللي انتي تعمليها هي الكنافة بالمانجا. لا بتحتاج ان انتي تلفي ولا تبرمي ولا تعملي فيها اشكال ولا تعملي اي حاجة. هي الكنافة بتتحمص زي ما انتوا شايفينها كده، والموضوع بيبقى سهل وبسيط جدا جدا جدا. وادي الكريمة اهي بحطها كده، واجيب الاسباتيولا دلوقتي وهبتدي ان انا اساوي الوش بتاع المثلث اهو. هنجيب المعلقة وبعدين هنرجع نجيب الاسباتيولا دلوقتي السيليكون ونساوي بيها عشان الوش بتاع المثلث يبقى ناعم كده وملمسه جاي متساوي كله مع بعضه اهو. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ اهي جبت الاسباتيولا اهي، وببتدي ان انا اساوي الوش كله بتاع المثلث ماشي. وهنجيب بقى قطع من المانجا وبنفس الطريقة هنحطها على الوش اهي. انا عاملة كل الوش بتاع المثلث والقب والعلبة، هملاهم كلهم دلوقتي بقطع المانجا دي، عشان كل ما هتاخدي معلقة كده كل يبقى فيها كريمة ويبقى فيها مانجا ويبقى فيها كنافة، صدقيني بتوديكي كده في حتة تانية خالص، جميلة جدا. تحسي كده باستمتاع. طبعا طعم المانجا مع الكريمة مع الكنافة بيدي طعم جميل جدا 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 اهو. خلصتهم انا دلوقتي بقى كلهم اهو، ومليتهم معانا وحطيت على الوش المانجا زي ما انتوا شايفينها،
وطعمها تحفة. اتمنى ان انتي تجربيه. الموضوع سهل وبسيط قوي، صدقوني مش هيتعبكوا زي بقية الشغل. الكنافة بالمانجا من اسهل الكنافات اللي انتي بتعمليها اهي. هنغطي كل الكبات كده معانا عشان بقى نحطها في التلاجة، وبعد الفطار بألف هنا اللي عايز حاجة ياخدها اهو. وادي العلبة وادي المثلث اهو خلص معانا. كنافة بالمانجا لذيذة جدا هتعجبك. اتمنى ان انتي تجربيها. الموضوع سهل وبسيط جدا. قومي اعمليها بسرعة قبل الفطار. بعد الفطار هتاكلي حاجة لذيذة كده، حاجة بتدوب في البق، وكفاية ان فيها مانجا. اتمنى الفيديو يعجبك احلى واجمل متابعين في الدنيا.